ظهر للعالم كله دلوقتي ان ده ارهاب. مفيش بقى عمليه حد يقول لي شرعيه ومش شرعيه، ده ارهاب بعينه. الناس اللي بتقع كل يوم، الناس اللي بتموت كل يوم، ده قمه الارهاب. واحنا مستمرين كحكومه وكشعب مكافحه الارهاب. مفيش هواده مع الارهاب. التضرر عندنا مش بس لمديريه الامن والشهداء والمصابين اللي حصلت، لكن ايضا متحف الفن الاسلامي اللي اتصرف عليه 107 مليون جنيه. زي ما انتم شايفين الكاميرا ممكن تجيبها، تدمر تماما. مجموعه كبيره من الاثار جوه اتدمرت تماما نتيجه الموجه الارتداديه. وبالتالي احنا دلوقتي بصدد ان احنا حصر الخسائر اللي تمت في المتحف، سواء لان شبكه التكييف كلها اتدمرت، الواجهه زي ما انت شايف كلها اتدمرت. بالتالي احنا دلوقتي عايزين اولا نحافظ على الاثار اللي تم تدميرها عشان نعيد ترميمها. بعد كده هيتم اخلاء المتحف كله ويتوضع في المخازن الامينه بتاعته، وبعدين هنبدا عمليه الترميم ان شاء الله وثم ترميم المتحف نفسه. سياده الوزير انت يعني تفقدت داخل زي ما اي واحد عاقل، اي واحد بيحب مصر بيشوفها. هتشوفها ازاي تاني؟ هتشوفها ازاي تاني؟ باي عين هتشوفوها تاني؟ سياده الوزير انت فقدت داخل متحف فن اسلامي. انا ما دخلتش غير المقدمه بس، نطمن. طيب يعني برضه خطير جوه، ان لو اي حد ممكن اي حاجه تسقط من السقف. اتفضل يا فندم اتفضل. نعم. ما فيش حد ممكن يتوقع اي شيء. احنا متوقعين ان هم بيحسوا ان هم بينتهوا، وبالتالي دي محاولات على الاخيره بالنسبه لهم، علشان شايفين ان الشعب المصري كله ضد الارهاب، وبالتالي ممكن يحاولوا من حين للاخر. المفروض ان الشعب المصري كله يتكاتف، كل الشعب المصري. اللي بيصيب ما بيصيبش واحد او من غير واحد، اللي بيصيب الشعب المصري كله. هل احنا عجبنا الحال بالشكل ده؟ هل مش ممكن يكون واحد اخونا او ابونا؟ لا، بس برضه في اصابات من الشرطه وفي ضحايا من الشرطه، بيضاف لسجل شهدائنا، بيضاف سجل اشخاص جديده وشهداء جديده للسجل بتاعنا. وبرضه انا بكرر ان احنا مستمرين على تصدينا للارهاب. فندم احنا شايفين ان الواجهه تضررت بشكل كبير. مش الواجهه بس، التضرر حصل جوه كمان. مش هجاوب على سؤال بس، مش هجاوب على سؤال. مش الواجهه بس، المتحف كله لانه كان كله دور واحد، كله مدمر تقريبا، فترين كل اغلبها مدمره، وبالتالي عشان كده احنا بنمنع اي حد يخش لغايه ما يتم المعمل الجنائي بيخش معانا، وبعدين بنلم تاني بنلم الاثار اللي تم تهشيمها عشان يتم ترميمها، وبعد كده هنشوف حجم الخسائر دي وهطلع علينا على الناس كلها. سياده الوزير اشكرك شكرا. سيادتك يا فندم، يعني امتى نبدا على عمليه الارهاب يا فندم؟ امتى نبدا الشعب كله على الهواء يا دكتور، على الهواء الشعب كله يتكاتف. هو ده الطريقه الوحيده للقضاء على الارهاب، تكاتف الشعب كله، مش بس الشرطه لوحدها ولا الجيش لوحده. احنا لابد ان نتكاتف جميعا. ده ممكن يصيب اي واحد فينا وهو ماشي، مجرد ماشي في الشارع. تمام. هو ده الحل الوحيد للقضاء على الارهاب. الواجب اللي على الشعب اللي ينفذه ايه يا فندم؟ يعني تنصح الشعب يعمل ايه اتجاه هذا الارهاب؟ ينصح الشعب ان كل من يرى اي شيء خطا ونقف كلنا زي ما الناس واقفه بالشكل ده. لما يحسوا كلهم ان احنا واقفين كلهم ضدنا واقفين كلنا ضدهم، هو ده الحل الوحيد. دكتور انت على الهواء في الاذاعه المصريه يا فندم، عملت جوله وزرت المتحف الفن الاسلامي. قول الوضع. اعمل جوله كامله جوه لان الوضع جوه خطير جدا. ايوه. وبالتالي في خطوره على اي حد يخش. لابد من تامين المتحف من الداخل علشان يبدا نشوف الاثار بتاعتها اللي تم تهشيمها، يتم جمعها عشان ترميمها بعد كده، وبعد كده نبدا نشوف حجم الاضرار. لكن المبنى من الناحيه المعماريه تقريبا باظ كله. شكرا يا فندم.